السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالنا النهاردة عن ما هي الأطعمة المحرمة، وماذا حرم الله علينا من الأطعمة. الإجابة على هذا السؤال نقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى من والاه إلى يوم الدين. أما بعد، كل طعام حرمته شريعة الإسلام فعلينا أن نمتنع عنه. من أمثلة ذلك أن شريعة الإسلام حرمت من الطيور أكل كل ذي مخلب أو مخلب، أي حرمت كل ذي أظافر يصطاد بها فريسته كالصقر والنسر وما يشبهه، بخلاف ما ليس له ظفر يصطاد به كالحمام والدجاج وما يشبهه. كذلك حرمت شريعة الإسلام من الحيوانات أكل كل ذي ناب يسطو به على غيره كالسباع والذئاب وما يشبه ذلك، وحلت ما ليس كذلك كالإبل والبقر والغنم وما يشبه. في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور. كذلك يحرم تعاطي كل ما يضر بالبدن والعقل كالأفيون والحشيش والكوكايين وجميع أنواع المخدرات وما يشبهها من سموم سوداء أو بيضاء أو غيرهما. في القرآن الكريم آية وضحت ما يحرم أكله من الحيوان لأسباب معينة، وهذه الآية هي قوله بسم الله الرحمن الرحيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب. الحلقة الآتية بإذن الله سنكمل تفسير أو قراءة أو شرح هذه الآية وإكمال أنواع الأطعمة المحرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.